المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إرتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة هذه الفترة، معكم فيها قاسم محمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. أعداء السلك الدبلوماسي في إرتريا يعزون لاستشهاد المنادر رمضان محمد نور. إصابة 14 مواطن بفيروس كورونا اليوم. مشروع الأبقار الحلوب العمومي في دبار ويحقق نتائج مرضية. الشرطة النيجيرية تحرر 21 تلميذا خطفوا قبل يومين. وبايدن يتوعد برد حازم إذا غزت روسيا أوكرانيا، وكييف ترحب. رئيس كوريا الجنوبية يدعو للحوار من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. يقدم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى إرتريا التعازي في السجل المفتوح في قاعة دندن في أسمارا باستشهاد المنادر رمضان محمد نور. ويعرب الدبلوماسيون في السجل الذي فتح اليوم ويستمر ل3 أيام عن بالغ حزنهم لشعب وحكومة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 14 مواطن بفيروس كورونا، وظهرت إصابتان في كل من طابا وقجرات ووسط المدينة، وواحدة في كل من سسرات وعد سوبلو 4 أسمرة واندا جرمان ومايتمناي وسعد كريستيان ومعسكر دندن، ومصاب قادم من تسنين. في غضون ذلك شفي 11 مريض كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8063، شفي منهم 7784، وتوفي 76 مريضا، فيما لا يزال 203 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 3 من يناير 2022. يحقق مشروع دباروا لتربية الأبقار الحلوب الموجه إلى مشروع أهلي انطلق مبادرة من مركز الأبحاث الزراعية الوطنية في حلحلة وقسم الإرشاد الزراعي في الإقليم الجنوبي وشركاء التنمية، ظل يحقق نتائج مرضية. وذكر السيد اسكندر التسفاي خبير التربية الحيوانية بأن الهدف من المشروع إنتاج المزارع في الأرياف وشبه المدن لتأمين متطلبات الألبان وتحسين حياتهم المعيشية. وأوضح السيد اسكندر بأن المشروع بدأ في منتصف 2014 عن طريق 20 مزارعا في 7 قرية، حيث وزعت بقرة حلوب واحدة على كل مزارع بالاقتراض، وبدفع المزارع قرضه عن طريق نقل العجل الأول إلى مزارع آخر. وقد وصل العدد في الوقت الحالي إلى 51 مزارعا في 19 قرية. من جهته قال خبير التربية الحيوانية في مديرية دباروا السيد يوناس بوميكيل إن إنجاح المشروع يتطلب توفير العلف الحيواني وتوعية الأبقار ومعرفة المزارعين وصحة الحيوان، وكذلك أهمية توفير رأس مال لبداية العمل، مشيرا إلى سعيهم الحثيث لمساعدة المزارعين في هذا الجانب. وذكر بأن غالبية المزارعين وصلوا إلى امتلاك ما بين 2 إلى 5 أبقار بفضل الرعاية اللازمة والإدارة الجيدة، موضحا استمرارية توزيع الأبقار على المزارعين الراغبين وذو الإمكانية. وأوضح مزارعو عدلوغو والأمزال مستفيدون من المشروع أن توعية الأبقار التي يربونها تقدم إنتاج جيد بفضل الرعاية اللازمة، حيث انتقلوا إلى مرحلة الملكية دافعين دينهم وتحسين حياتهم المعيشية.
نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال حفل ترفيهي بمناسبة العام الجديد للعاملين في مشروع سد قحطيلين. حضر المناسبة حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة وسكرتير الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة السيد رزني أودوناي وقادة الجيش. وشكر المشرف على المشروع السيد دانيال مبرهاتو باسم شركة البحر الأحمر للإنشاءات والفرقة العسكرية 61 ومنسق التحلل الآليات. شكر مبادرة الاحتفال بالعام الجديد مع القائمين على التنمية، وقال إن هذا العمل النبيل يخلق دافعا كبيرا على العمال. من جانبه أوضح عضو الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم شمال البحر الأحمر السيد مانويل أدحنوم عن الارتياح للاحتفال بالعام الجديد مع أبطال التنمية. حققت جهود المواطنين الحثيثة الجارية في مديرية تسني بهدف إنجاح البرامج التنموية الموضوعة للتنفيذ نتائج مرضية. وذكر في التقييم الذي أجرته إدارة المديرية في 30 من ديسمبر المنصرم بأن الأنشطة المنفذة بمشاركة جماهيرية فعالة اشتملت على حماية التربة وحفظ المياه وإزالة الطمأ من القنوات التحويلية، وكذلك إزالة أشجار المسكيت المستفحلة والنظافة. وأشار التقرير فيما يتعلق بالزراعة المطرية إلى هطول أمطار مرضية، إلا أن عدم انتظام الانتشار ساهم في وصول 7000 هكتار فقط من أصل 16,000 هكتار من الأراضي الزراعية إلى مرحلة الحصاد، وقد تم حصاد 96,793 كونتال من الزراعة المروية. وأوضح التقرير المقدم في المجال الصحي اتخاذ خطوات لازمة لمكافحة الملاريا التي ازدادت نسبة الإصابة بها، وافتتاح مدارس ابتدائية في ضاحيتي فانكو و13 لتوسيع الخدمات التعليمية. وألقى مدير المديرية السيد سيوم قبريسوس كلمة ذكر فيها تجديد 2544 فقط من أصل 3300 رخصة تجارية، مناشدا إيجاد حلول تساهم في الحد من الرخص التجارية التي أصبحت خارج الخدمة تفاديا لتراكم الدين. وأشار السيد السيوم إلى أن أصحاب المؤسسات التجارية ساهمت ب1.3 مليون نقفة لصالح قوات الدفاع، موضحا بأن مضاعفة الإنتاج الزراعي والحد من قطع الأشجار وحل إشكالية مياه الشرب في مدينة تسني وجمع الضرائب الحكومية وإعادة الطلاب المقاطعين إلى معدة التعليم من أولى برامج إدارته في عام 2022. من جانبهم دعا المشاركون لتأمين متطلبات الأدوية في المؤسسات الصحية والتحضير الزراعي المسبق ومراقبة حاويات النفايات وزيادتها، وصيانة وتوسيع الطرقات المعوقة لحركة المركبات في مدينة تسني وغيرها من الآراء والتوصيات. قام 26 قرية في مديرية عدغيح بإصحاح بيئتها. وأوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية عدغيح السيد كيروس قبر مريم في مراسم تدشين إصحاح بيئة القرى أن النظافة الشخصية والبيئة أساس صحة المجتمع، مشيدا بالقرى التي نفذت أنشطة إصحاح بيئتها. وقال ممثل الصحة العامة السيد تمسجان ملأكي أن النظافة البيئية تحد من 80% من الأمراض المعدية، داعيا القرى المتبقية لإصحاح بيئتها. وأكد السكان على العمل لضمان استمرارية تأمين إصحاح بيئتهم. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت الشرطة في نيجيريا عن تحرير 21 تلميذا خطفهم مسلحون حسب ما ذكر متحدث باسمها، مشيرا إلى وقوع تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين، وموضحا أنهم قطاع طرق أغلقوا ليلة رأس السنة طريقا سريعا وخطفوا عددا غير محدد من المسافرين بينهم تلاميذ. ولبى فريق مكون من الشرطة والجنود نداء استغاثة أطلقه سكان قرية كوشير الواقعة قرب طريق سريع رئيسي.
وأبلغ هؤلاء أن قطاع الطرق نصبوا حاجزا على الطريق وخطفوا ركاب 5 حافلات بينها الحافلة التي تقل التلاميذ. ويستهدف قطاع الطرق منذ مدة طويلة ولايات وسط البلاد وشمالها الغربي، ويهاجمون القرى ويسرقون الماشية ويمارسون الخطف مقابل فدية. وخلال الأشهر الأخيرة بدأت هذه المجموعات تستهدف المدارس بشكل متزايد وتعمد إلى خطف التلاميذ ونقلهم إلى مخابئ في الغابات للتفاوض على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أبلغ نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بحزم إذا غزت روسيا جارتها الغربية. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية جين ساكي في بيان إن بايدن أكد أيضا لزيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم حل الأزمة الأوكرانية عن طريق الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك المحادثات الروسية الأمريكية الرفيعة المستوى المقرر عقدها في جنيف يومي 9 و10 من يناير الجاري. وفي رد على الموقف الأمريكي، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في أعقاب المكالمة الهاتفية بينه وبين نظيره الأمريكي أن بلاده تثمن دعم الولايات المتحدة الراسخ لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية. وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات الآلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل. من جهتها تؤكد روسيا أن ضمان أمنها يتم بمنع أي توسع لحلف الشمال الأطلسي الذي تعتبره تهديدا وجوديا لها. تعهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن باتباع طريق لا رجوع فيه نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية حتى انتهاء ولايته. ودعا الرئيس مون جيه إن إلى الحوار والتعاون مع كوريا الشمالية وقال: سأتبع طريقا لا رجوع فيه نحو السلام في شبه الجزيرة الكورية حتى انتهاء فترة ولايتي. وأقر في خطابه الأخير كرئيس للبلاد بمناسبة العام الجديد بأن كوريا الجنوبية لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه لتحسين العلاقات بين الكوريتين على الرغم من العديد من الإنجازات خلال فترة ولايته التي استمرت 5 سنوات. ورأى أنه إذا استؤنفت سيول وبيونغ يانغ الحوار والتعاون فأن المجتمع الدولي سيستجيب، وستتواصل الحكومة تطبيع العلاقات بين الكوريتين وطريق لا رجوع فيه نحو السلام حتى النهاية، آمل في أن تستمر جهود الحوار في الإدارة القادمة أيضا. مشاهدينا، ختام لهذه النشرة، إليكم أهم وأبرز العناوين. أعداء السلك الدبلوماسي في إريتريا يعزون لاستشهاد المناظر رمضان محمد نور. إصابة 14 مواطن بفيروس كورونا اليوم. مشروع الأبقار الحلوب الأهلي في دبارو يحقق نتائج مرضية. الشرطة النيجيرية تحرر 21 تلميذا خطفوا قبل يومين. بايدن يتوعد برد حازم إذا غزت روسيا أوكرانيا وكييف ترحب. ورئيس كوريا الجنوبية يدعو للحوار من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.